بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. لعشاق الاكل السهل والسريع واكيد اكيد البنين راح ندير لكم اليوم هذه وصفتين كل وصفة احسن من الاخرى. هذه الوصفة الاولى بكريمة تاع الجبن، خاصة لياسر قالوا لي ما نحبوش البيشاميل. واما الوصفة الثانية اللي هي خبز الملعقة، تخدميه بالملعقة فقط بلا ما تعجني بلا ما تعيي روحك، هذا اكيد ينفعك رمضان. اول حاجة نبداو بها هي الخبز. درت كاس تاع حليب دافئ، ملعقه سكر، ملعقه خميره الخبز، نخلطو جيدا. الملعقه تاع الخبز تاع الخميره ما تعمرهمش مليح، يعني يعودوا ممسوحين. ربع كاس نتاع زيت، وبياض حبه بيض، والصفار هذا نحتفظ به لدهن الوجه، وملعقه نتاع ملح. ونخلطوا جيدا حتى يندمجوا المقادير. بعدها نبداو نضيفوا في الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تلاصق في اليد. في الأول ضفت الكاس الأول، وثاني ضفت الكاس الثاني، يعني ضفت 2 كيسان دفعة واحدة، مع نصف كيس خميرة كيميائية، أي ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. إذا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها. ونخلط هنايا في البداية جيدا، يعني في الاول ديري 2 كيسان، تخلطي مليح مليح تقريبا واحد 5 دقائق بالملعقه فقط. كما قلت لكم هذه الخبز ما يحتاج كامل تعجني حتى يصبح القوام بهذا الشكل. ومن بعد نبدا نضيف بالتدريج. هنايا درت لي 2 كيسان اللي ضفتهم دفعه واحده وزوج ملاعق. المهم العجينه تاعكم لازم تبقى تتلاصق في اليد، هكذاك الخبز تاعكم يجيكم خفيف. هنا ضفت ملعقتين، شوفوا القوام تاع العجينه المتحصل عليه. بعدها ضفت ملعقه كبيره نتاع مارغرين، ديما رايح تعطيكم بنه هايله هايله للخبز تاعكم. المارغرين تاعكم لازم تكون طريه بهذا الشكل. وهنا ندخل هذيك المارغرين جيدا في العجينه، ومن بعد دهنت يدي بشويه زيت وندير نسوي العجينه، يعني نديرها ككره. كما شفتوا العجينه كامل ما عجنتهاش بيدي، فقط بالملعقه. هنايا يدي راني درتها باش نسوي العجينه فقط. نخلوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها. بالنسبه لوقت الاختمار تبقى على حساب الجو، اذا كان صيف ولا شتاء. انا دات لي تقريبا 41 دقيقه. درتها في سنيوه وخليتها واحد 5 دقائق، ومن بعد نفتحوها يفتح لكم بكل سهوله. حاولوا انكم الخبزه تاعكم ديروها رقيقه، لانه راح يضاعف الحجم تاعها هكذاك باش ما يجيكمش الخبز تاعكم خشين. شوفوا السمك تاعها، مقدار كان دار لي هذه الخبزه الكبيره. وانتم اكيد ضاعفوا الكميه على حساب عدد الافراد العائله تاعكم. خلوها تختمر لمده ربع ساعه. هنايا بعد ربع ساعه دهنت يديا في شويه زيت، ونبدا نشكل هذو الخطوط. هنايا اضغطوا جيدا هكذاك باش يبقاو محافظين على الشكل تاعهم، ما يطلعوا لكمش. كما تقدروا تستغناو كامل على هذه المرحله، يعني تعتبر تزيين فقط، وتدهنوها مباشره. نجيبو الصفار البيض اللي خليناه، ضفت له شويه خل تقريبا واحد الملعقه صغيره، ونخلط جيدا. ومن بعد ندهن السطح بهذه الطريقه. ومن بعد التزيين يبقى اختياري، انا رشيت السانوج والجلجلان. ومن بعد نديرها طيب. الفرن كان مسخن مسبقا، يعني خلوه يسخن تقريبا واحد ربع ساعه. شعلت من تحت كي طاب لتحت، شعلت من الفوق. واذا يشعل من الفوق ولتحت شعلي من الفوق ولتحت مع بعضها. كي تخرجي الخبز تاعك من الفور لمديه في طرشونه، من الفوق ديري ساجي هكذاك رايح يطرى معاك اكثر واكثر. خليه واحد الربع ساعه هكذاك يبرد شويه، ومن بعد قسميه وشوفوا لي النتيجه اللي تحصلنا عليها. والله يا البنات اسهل منه ما كانش، وبنين ياسر ياسر، ويجي خفيف كما راكم تشوفوا، ويجي مهوي. وحتى كي يبات يبقى طري كيما هكذاك، يعني مش كما الخبز العادي اللي يبان باللي راهو صابح. وانا قسمت لكم شوفوا له كيفاش يجي خفيف، يعني صح اسفنجي كل قطن كما نقولوا. ان شاء الله تجربوه، انا اكيد 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 راح يعجبكم ورايحين تعتمدوا عليه ياسر ياسر. واذا حبيتوا ندير لكم الخبز بسميد 100%، اكتبوا لي في التعليقات، لانه عندي وصفه هايله هايله راح نديرها لكم في الايامات الجايه.
ودرك نروحو لتحضير الطبق تاعنا، سموه كراتا، سموه منش عارف كيما حبيتو تسموه، منش عارفة واسمو. المهم أنا عندي البطاطا اللي كنت قطعتها بهذا الشكل، درت الماء يغلي، كي يبدا يغلي ديروا البطاطا تاعكم مع شوية نتاع زيت وخلوها لمدة 7 إلى 10 دقائق، ما تفوتوش 10 دقائق. لازم البطاطا تاعنا يدخلها شوية طياب وفي نفس الوقت تبقى يعني محافظة على الشكل تاعها، ما تكونش أطرية، تكون بهذا الشكل. صفوها ومن بعد شلوها بالماء البارد باش تحبس الطياب تاعها، ومن بعد نتبلوها. هنايا استعملت هذو التوابل اللي كنت وريتهم لكم في الفيديو السابق تاع توابل امي الحاجه مغنيه، هما من مدينه مغنيه. كما عارفين باللي مغنيه احسن مدينه للتوابل. هنايا استعملت هذو التوابل تاع الفريت اللي كنتو في الفيديو السابق سقسيتوني واش فيهم، منشي عارفه واش فيهم. المهم بنان وتجي فيهم واحد الملوحيه، يعني كي ديروا الملح البطاطا تاعكم ولا اي حاجه راح تنكوها بهذه التوابل ما تكثروش الملح. درت 3 ملاعق تاع زيت ونديرها في الصينيه تاعنا. بالنسبه للتوابل ياسر سقساوني وين فاتح، هذا راه ماهوش فاتح هنايا، راه فاتح في مدينه مغنيه. يعني بالنسبه للناس اللي من الجلفه ياسر سقساوني وين فاتح، راه يوصل لك الباب الدار، مجرد انك تكوموندي. اذا حبيتي تطلبي راح نخلي لكم الموقع تاعهم في صندوق الوصف، والرقم الهاتف راه ظاهر على الشاشه مع حسابهم على الانستغرام وعلى الفيسبوك. هنايا عندي كمية من صدر الدجاج قطعتها بشكل طولي ودرت لها التوابل، راح نكتب لكم ظاهرين على الفيديو. مع الملح خلط جيدا، ومن بعد في مقلاة درت تقريبا واحد نصف ملعقة تاع مرقارين ديما مع شوية زيت، ونقلي الدجاج تاعي جيدا حتى يدخل الطياب وثاني يتحصل على لون ذهبي. وتوابل امي الحاجه مغنيه عطالهم بنه على بنه، يعني صح كي تكوني طيبي راح الريحه كامل تفوح في الكوزينه تاعك. هنايا الكريمه ياسر اللي ما يحبوش كريمه البيشاميل راح نحضر معكم هذه. ديروا كريم فريش وديروا جبن، درت جبن المبشور وجبن طري وديروها فوق النار حتى يذوب هذاك الجبن. رايحين تحصلوا على كريمه بنينه ياسر ياسر ياسر. والبطاطا تاعي بعد ما طابت تجي مقرمشه، تجي بنينه، بما انه تبناها بهذيك التول تاع الفريت احسن مليون مره من البطاطا مقليه. كنت درتها المره اللي فاتت في الكراتا واولادي عجبتهم ياسر، اي حبيت نعاودها لهم اليوم. هنايا في صحن ولا في ليمول تاع الكراتا، ولا كيما درت انايا هنايا درتهم في هذون زعما كيما تاع الحوانت لانه دائما نشوفها وتعجبني. درت البطاطا كميه من البطاطا، هنا راني قربت لكم تشوفوا اللون تاعها وايضا تجي مقرمشه. ومن بعد درت كميه من هذاك صدر الدجاج اللي يجي بنين ياسر ياسر مع هذيك التتبيله. ومن بعد من الفوق نديرو كريمه الجبن تاعي. بعد ما ذابت درت لها شويه فلفل اسود وتوابل نتاع الدجاج ونخلطها ونديرها من الفوق. هنايا تقدروا تاكلوها هكذاك، يعني الكريمه بلا ما ديروها في الفرن، كيما تقدروا تدخلوها للفرن تتحمر. وهنايا الطبق تاعنا واجد احسن مليون مره من اللي تشريه ويسقام لك اقل. وهذه الكريمه راح تعطيها بنه على بنه، جربوها، انا اكيد راح تعجبكم. دائما تعجبنا الكريمات اللي يدروها في البيتزيريا، هذه هي الكريمه، يعني مجرد ان كريم فريش مع الجبن. وثاني هذه الكريمه تقدروا ديروها في تاكوس هكذا يجيكم مشمخ كما تاع المحلات. وهذا هو الطبق نتاعنا واجد. هنايا هذه قدمتها هكذاك، والاخرى كنت درتها تتحمر في الفرن. كنوري لكم كيفاش تجي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اعجاب. نقول لكم الى فيديو قادم، وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.